فن إدارة الوقت زي ما في بدايات لازم بيكون في نهايات، وفي الكتب السماوية في وقت أو ساعة محددة لكل حاجة. ومن هنا اتعلمنا ما يسمى في عالمنا بالديدلاين، اللي هو التوقيت أو الوقت المحتوم أو المحدد لإنهاء عمل أو مهمة أو تاسك أو اتخاذ قرار أو إطلاق مشروع أو منتج. عملية تحديد الوقت والمدة الزمنية لأي مشروع أو مبادرة أو خطة، وتوزيع المدة دي وإدارتها وتقسيم الوقت لعدد ساعات أو أيام لكل مرحلة أو خطوة، هي ما نسميه في عالمنا التايم مانجمنت أو إدارة الوقت. بيتم إزاي؟ في مرحلة الإعداد والتحضير وبعد البحث والدراسة ووضع الخطة بتكون قدرت تكون فكرة عن الوقت أو الفترة الزمنية اللي هيحتاجها مشروعك أو هدفك، وكل مرحلة أو خطوة في خطتك هتاخد وقت قد إيه. الشطارة فين؟ في التزامك التام بالتوقيت اللي انت حطيته ومتابعتك الفعالة للتأكد انك بتخلص كل اللي عليك وكل الخطوات في المدة الزمنية المحددة لكل خطوة، من غير تقصير ولا تهاون ومن غير كسل. ولو نجحت في ده هيبقى انت من الشطار اللي بيعرفوا يديروا وقتهم بكفاءة وبنجاح، وهتكون منجز وبتخلص وبتكمل رحلاتك ومشاويرك للآخر. ولما بتبدأ حاجة لازم تنهيها في وقتها. تعال أقولك لما تكون ملتزم وبتنمي مهارة إدارة الوقت وتوزيعه إيه اللي بتستفيده. مبدئيا كده الوقت ده من عمرك، فده أغلى حاجة عندك ولا يقدر بثمن. ثانيا بيكون عندك صفات حسنة وسمعة طيبة، لأن التزامك ده معناه إنك شخص مسؤول. ولو صدقت في تنفيذ ما أوكل إليك في الوقت اللي حددته، ده معناه إنك صادق الوعد وأمين ومخلص، والناس كلها هتجيلك وهتعتمد عليك لأنك منجز، وهتكون توب بيرفورمر في شغلك وفي حياتك، والبراند الخاص بيك سمعته هتكون في السماء.